الابن أيضا يحيي من يشاء، وليس الآب يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للابن لكي يكرم كل أحد الابن كما يكرمون الآب، ومن لا يكرم الابن فلا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلام يؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يأتي إلى الدينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه ستأتي ساعة الآن حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. وكما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطي الابن أن تكون له الحياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يحكم لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا فإنه ستأتي ساعة حينما يسمع فيها كل مفروض صوته فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. افتح لهذه النفس يا رب باب البر لكي تدخل وتنعم هناك. افتح لهذه النفس يا رب باب الفردوس كما فتحته لأنفس الأبرار. افتح لهذه النفس يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لهذه النفس يا رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة ولتستحق أن تنظر النعيم ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة ولتتكئ في حضن آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لهذه النفس خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. برحمتك عزي كل الذين خلفهم وأهل بيتهم، ادهمهم صبر، عوضهم أجرا صالحا سمائيا بشفاعة سيدتنا القديسة مريم جميع السمائيين. تتبع رحمتك ومعونتك مع شعبك واعطيهم برودا. ثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي. كن ناصرا لنا نحن المؤمنين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لها في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس قربان على الأرض السكوكي، تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن الله. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصر الملائكة، نزل الله من جده مع الآب والابن ونواصل الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسمية ونعتبر المعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر احنا لا نحمد وبركة من الآن والآن والآن
ليس هو موت لعبيدك يا رب بل انتقام. ليس هو موت لعبيدك يا رب بل انتقام. الحيوان نفسه في دمه، يعني بيموت تنتهي حياته. الطير كذلك. أما الإنسان عندما يرحل من هذه الحياة الدنيا فإنه تنتهي حياته على الأرض ليبدأ حياة جديدة، إما في نعيم أبدي وإما في عذاب أبدي. الله أعطانا نعمة الحياة، نعمة مجانية، لنحفظ اسمه، لنسير على وصاياه، لنسير في مخافته. من ربنا عايزه الإنسان. وبعدين في بعض من الناس تطورت حياتها إلى العبادة الكلية، يعني اليوم كله مقدس للرب، فيسبحوا ربنا، يصلوا، يقولوا تسبيح. ولذلك عندنا في الكنيسة القبطية نطلق على طائفة الرهبان إنهم بشر سمائيون، لأن عمل الرهب هو الصلاة والتسبيح. ما هوش شغلانة في الدير في الجبل غير كده. هيعمل إيه في الجبل؟ يصلي ويسبح. أو بنطلق عليهم ملائكة أرضيين، يعني بيعيش حياة الملائكة بس هو على الأرض. ودي طبقة تعتبر راقية شوية في حياتها مع الله. لكن ربنا مش عايز كل الناس تبقى كده. ربنا عايز الإنسان العادي يعيش في مخافة الله، يحب أخيه الإنسان، يحب الله من كل قلبه، كما تقول الوصية الأولى: حب الرب إلهك فعل أمر. حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، ولا يكن لك آلهة أخرى أمامي. والوصية الأولى اللي قالها عن معاملات الإنسان مع أخيه الإنسان: حب قريبك كنفسك. دول أكبر وصيتين ربنا عايزهم من الإنسان. الإنسان يقدر يحب ربنا ويمشي على وصاياه وفي مخافته، ده يبقى حاجة جميلة جدا. وفي نفس الوقت يحب أخوه الإنسان ويهتم به إذا قدر، يرعاه إذا قدر، يساعده لو محتاج مساعدة، زي ما بيحب نفسه بالظبط. يحب قريبك، مش مقصود بها القرابة الجسدية، لأن المقصود بها إنه يحب أخوه الإنسان في الإنسانية، لأن الإنسان ده أرقى مخلوق خلق الله على وجه الأرض. فالإنسان المؤمن بالله الذي يسير في مخافة الله، يحفظ وصاياه، يعمل أعمالا صالحة. لأن لو الإنسان يعيش لنفسه بس خير له لو لم يولد. لكن الإنسان المعطاء اللي بيرضي غيره، اللي بيحاول يريح الناس اللي حواليه، زي الأم اللي بتبقى في البيت يبقى جوزها جاي من الشغل تعبان فتقدم له الأكل وتقول له استريح، وهي تقعد ترعى الأولاد ومش قادرة تقف على رجليها، ومع ذلك تبقى شغالة في البيت زي الشمعة بتنور لغيرها، بتنور لأولادها، بتنور لرجلها مع طاقة. فالله عايز مننا كده. عشان كده بنقول ليس هو موت لعبيدك. مين عبيده؟ اللي هم دول حافظين وصاياه، اللي ماشيين في مخافته، اللي بيحب أخوه الإنسان، اللي بيساعد غيره ويقف جنبه. هو ده. ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقام. طب ايه مقاصد الله ان ربنا واحد يموت عنده 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 ولا 10 ولا 80 ولا 100؟ دي مقاصد خاصة بالله شخصيا، لكن لحكمة. احيانا الانسان في حياته يكون عظة وفي رحيله يكون عظة. واحد يعيش 100 سنة 100 وشوية ويقول ربنا مش عايز ياخدني، كفاية مش قادر، جسمي كله وجعني، لا قادر اكل ولا قادر امشي ولا قادر انام ولا قادر. لكن ربنا بيسيبه لحكمة، جايز الناس اللي حواليه
الله يا أحبائي يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله مش عايز حد يهلك أبدا. الله بيبحث عن خلاص الإنسان، عايز الإنسان يعيش في صورة راقية جميلة. والله قال كده لنخلق الإنسان كشبهنا وصورتنا في النقاء والطهارة والحب. ده اللي ربنا عايزه من الإنسان. لحكمة الله أحيانا يسمح بأن واحد يرحل من هذه الحياة في سن صغير أو في سن كبير كما يريد الله حسب قصده الإله. لكن داود النبي قال ايه في الحتة دي؟ قال على أي واحد يرحل، قال على نفسه هو أول ما حس إنه خلاص هيمشي من الدنيا قال ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إليك. واعتبر أن رحيله من هذه الحياة الدنيا هو رحيل إلى الراحة الأبدية السعيدة. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إليك. من حياة الشقاء والتعب والمرض إلى الراحة الأبدية السعيدة. طوباك طوباك طوباك. زي ما الله أعانك صلي إنه يعيننا كلنا. إحنا بنجاهد في الدنيا وكلنا كل واحد عايش في صراع مع الحياة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويعيننا كما أعانوا ويبارك حياتكم ويديكم طول العمر وطول البقاء ويديكم حياة الاستعداد للحياة الأبدية السعيدة. له كل المجد والكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآباد. جوزة زوج وحبيب ورفيق العمر وسعيدة أكمل معاه مشوار. بس كمان عارفة إنه ناس كتير هنا بتودع ابن وأخ وقريب وصديق وفي جدا مفيش زيه ومناضل بعزيها النهارده مصر. هو فعلا أفنى حياته وصحته وهو بيكافح عشان نختارها طول الوقت. نختارها طول الوقت. يمكن معاكم نلاقي كلنا مع بعض عزاء إن احنا نكمل المشوار ده. يمكن مع بعض يمكن نلاقي شوية عزاء. الراجل اللي فقدناه مش ممكن أبدا يتعوض. بشكركم بعزيكم في الراجل كلها دي تبقى مسار تعزية ليكي وللأسرة اللي هو كان إنسان مع الله وبيعمل خير. ربنا يعزيه.